السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم بسمن معمر في الفران بعجين اللي هي مورقه، كتجي مقرمشه من برا وبحشوه اللي هي اقتصاديه. ما غاديش تبقى تخطاكم هاد العجين هذه. كنحتاجوا ليها عندي الدقيق الابيض، كنضيف معاه قليل من القمح ديال الزرع. يمكن لكم تضيفوا دقيق فينو، ضفت معاه معلقه صغيره ديال لا موطارد، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، 3 معالق ديال زيت النباتيه، كيس ديال خميره الحلويات والملحه والمدافي باش يعجننا العجين وكنخليوها ترتاح. هنايا الحشوه عندي البصله، عندي فلفله حمراء، فلفله خضراء، والتوابل عندي الملحه، البزار، الزعتر. من بعد ضفت عليهم الشعريه الصينيه اللي قطعتها من بعد ما صفيتها من الماء. ونخلطوا المكونات نخليوها تبرد. هنايا عندي الزبده والزيت ومايزينا معلقه كبيره باش غادي نورق المسمن ديالي كما كتشوفوا. هنايا من بعد ما كنقرصوا المسمنه كنورقوها بديك الزبيده والزيت ومايزينا، كنعمروها وكنطويو على شكل مسمنه وكنحطوها في اللاطه اللي غندخلو الفران. من بعد كندهنوا الوجه ديالها بديك الزبده والزيت ومايزينا باش كتجينا هكا العجين مورق، وكندخلوها الفران طيب. كيجي الشكل ديالها كما كتشوفوا، كتجي مقرمشه العجين، كتجي مورقه العجين بديك المايزينا اللي ضفنا للزبده والزيت. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه وهذا العجين اللي غادي تكون معتمده عندكم، ما غاديش تخطاكم. تلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. خليكم على خير.